السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو النهاردة هيعجبكم بإذن الله. ندخل عليه على طول بإذن الله كده. ندخل على الفيديو ونشوف الوصفة اللي هنقدمها مع بعض. هي وصفة حلوة جدا جدا، هتنفع للفطار، بتتباع في الأفران غالية. احنا هنعملها بحاجات اقتصادية موجودة في كل بيت، وحلوة وسهلة وتوفير ونظافة. معانا ايه؟ 3 كوبايات دقيق فاخر، كوبايه الا ربع ميه دافيه، ربع كوبايه زيت، نص كوبايه زبادي، معلقتين كبار سكر، 3 معالق لبن بودر، معلقه صلصه صغيره بس مليانه، ومعلقتين خميره فوريه او خميره بيضه زي ما انت عايزه. نحضر بقى باقي حاجتنا ونبدا نشتغل في الوصفه على طول. محضره العجان، وهننزل طبعا الدقيق منخول، لازم الدقيق يتنخل يا جماعه. هننزل بالدقيق في العجان وننزل بالمواد الجافه كلها، وبعد كده نختبر الخميره، وبعد كده نبدا نعجن الوصفه السهله الجميله اللي هتعجبكم مع بعض. كده انا حطيت المواد الجافه في العجان، وحطيت الصلصه، وحطيت المواد الجافه اللي هي اللبن النيدو والدقيق وذره الملح. حطيت بعد كده الزيت والصلصه، وقلت ايه اضربه شويه. ننزل بالميه، مش كلها يا جماعه، مش هنزل بالميه كلها، وابدا ادور. عشان انا مختبره الخميره في ميه، فمش عايزه احط الكوبايه الا ربع كلها عشان العجينه تظبط معايا. وانزل بالخميره بقى. هخلص عجن وارجع لكم اوريكم العجينه وصلت. انا عايزه العجينه بالشكل ده، هي بيبقى فيها تلزيقه شويه ما شاء الله، والعجانه اهو مفيش ولا زيق ولا حاجه. انا عايزه العجينه بالمنظر ده. طبعا الزبادي ماده سايله، الزيت حطيت شويه ميه والميه اللي في الخميره، فما احتجتش الكوبايه الا ربع كلها. اهي العجينه اهي. حطها هنا دلوقتي على ماشين العجان، ونرجع مع بعض نشوف هنكمل بوريك الافران ازاي. اهي يا جماعه العجينه، انا عايزاها كده. احطها فين؟ احطها في البوله برده تاني، واغطيها واركنها ساعه تخمر. بس هركنها في حدود ساعه تخمر، ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. اغطيها بفوطه واحطها في مكان دافي اهو. تمام، ما شاء الله يا جماعه العجينه خمرت اهي. بسم الله، خفت جدا. هطلعها خلاص. نركن دي ورش رشه دي على الرخامه اهو. ما كترش في الدقيق قوي يا جماعه علشان العجينه ما تنشفش. هاخد النص ده اشيله واشتغل في النص التاني، احطه هنا في بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدا اهو. ما شاء الله سهله. نجيب بقى النشابه كده. عايزه رشه دقيق من فوق بس مش كتير خالص، حاجه بسيطه. ريحتها جميله. انا مش عايزاها رفيعه قوي، انا عايزه السمك كده سنتي مثلا.
اقطع بقى بقطاعه بكوبايه اللي عندك. انا ممكن اقطع بايدي وابطط بايديا، بس انا عايزاها كلها تبقى قد بعضها. اقطعها بكوبايه عشان اوريكي بس انا بعملها ازاي. اي كوبايه اهو، عشان القطعه مش في متناولي دلوقتي اهو. والحاجات دي هشيلها كده والفها تاني هستعملها اهو. اهي عايزه كده، واروح جايبه معلقه صغيره. عندك بقى الحشوات اللي على مزاجك اللي يعجبك. تحطي زيتون على الجبنه، جبنه بس، جبنه بالزعتر كده اهو. واعمل كده اقفل كده، لازم اقفلها كويس. انا بوريكي بس ايه، طبعا هي لسه هترتاح تاني وتخمر ساعه الخبز اهو. واحط في الصينيه. اعمل كمان واحده معاكم. اجيب جبنه كده اهو، واقفل كده. اكيد شايفين، بس وبطط دي كده عشان اقفلها كويس ما تنزلش الجبنه. ممكن تحطي عليها زيتون، زعتر، جبنه حادقه، جبنه اسطنبولي، اللي انت عايزاه، جبنه كريمي، رومي، موزاريلا. لو انت هتاكليها بسرعه اعملي جبنه رومي، موزاريلا، كاري اهو. كمان واحده معاكم جبنه اهي، انا وريتك اهو. واقفلها كده كويس اهو. لازم اقفلها كده كويس واعدلها كده واحطها في الصينيه. هقفل بقى دلوقتي واخلص كله وارجع لكم اوريكم هنعمل ايه في وشها. اهو انا شكلت البوريك، وعامله لبن على صفار بيضه على شويه خل صغيرين، وادهن كده اهو. ممكن تعملي بلبن ونسكافيه، بفانيليا، اللي انت عايزه تدهني بيه. واعمل حبه البركه كده اهو. ممكن تدهني تحطي سمسم، اللي انت حباه. مسخنه الفرن. جميله يا جماعه، ريحتها حلوه جدا. انا بحب حبه البركه، وهي اصلا بتبقى طعمه قوي حبه البركه. ممكن سمسم، شويه زعتر اللي عندك شكلي بيه. حلوه قوي حلوه. كوبايه شاي كده جنبها واحده بوريك، ممكن تديه للولاد في اللانش بوكس في المدرسه. حلو. هخبزهم وارجع لك. اهو البوريك يا جماعه، بوريك الافران خرج من الفرن اهو. هش جدا اهو، بس هو لسه سخن. هيبرد واقدمه، وبألف هنا وشفا. ايه رأيكم بقى؟ ان شاء الله هيبرد شويه لانه لسه خارج من الفرن، واحطه في الطبق التقديم وارجع لكم. اهو يا جماعه بوريك الافران بالجبنه. الحشوات بالنسبه للحشوات انت براحتك،
جبنه ساده، جبنه مالحه، جبنه اسطنبولي، بالزيتون، بالزعتر، حسب راحتك، حسب راحتك. عملنا مع بعض بوريك الافران. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، واقول لكم دمتم بخير والى اللقاء في فيديو جديد.